والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومربي الأمة السيد الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، السادة والسيدات أعضاء وعضوات ورؤساء المنظمة، السادة حضور الكريم، السادة المنابر الإعلامية في هذا الجمع العام المحترم، السيد ممثل السلطة المحلية. بداية أود أن أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي زملائي في اللجنة التحضيرية من أجل التشريف والشكر الجزيل. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومربي الأمة السيد الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، السادة والسيدات أعضاء وعضوات ورؤساء المنظمة، السادة الحضور الكريم، السادة المنابر الإعلامية في هذا الجمع المبارك، السيد ممثل السلطة المحلية. بداية أود أن أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي زملائي في اللجنة التحضيرية بالشكر الجزيل لكل من ساندنا ودعمنا من أجل ترجمة فكرتنا على أرض الواقع. ولا يفوتني أن أنوه بالدور الكبير للسيد نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة، وكذلك الشكر الموصول للوفد المرافق للسيد الأمين العام. حضرات الأخوات والإخوة، نجدد الترحاب بكم جميعا بقاعة دار الجمعيات والمبادرة المحلية بمدينة قلعة سراغنة لكي نعيش أطوار الجمع العام التأسيسي للمكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة إقليم قلعة سراغنة. وأطلب من هذا المنبر من الجميع ألا يكفوا عن دعم المكتب الإقليمي للمنظمة مستقبلا وإغنائه بالأفكار. صحيح أننا لا نملك الحكمة، ولكننا نملك ما هو أقوى من ذلك. نملك الشجاعة لتحمل المسؤولية، ونملك الإصرار على النجاح، ونملك ثقتكم التي هي تاج على رؤوسنا. على بركة الله، على بركة الله نفتتح هذا الجمع العام التأسيسي باستماع لآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا السيد أحمد العسري رئيس هيئة الدفاع عن التجار والصناع الحرفيين بعمالة المحمدية بجهة دار البيضاء سطات، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء
حكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أما الآن الاستماع للنشيد الوطني المغربي بشعارنا الخالد والدائم: الله الوطن الملك. منتدى وحما عشت في الأوطان للعلا عنوان ذكرى كل جفلان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتى لبى نداء في فمي وفي لمي وكثر وراء إخوتي هيا للعلا سعيا نرشد الدنيا أنت هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. سيد نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبمناسبة الجمع العام التأسيسي للمكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة إقليم قلعة السراغنة، نتقدم نحن الأمين العام للمنظمة أصالة عن نفسنا ونيابة عن سائر مكونات المنظمة داخل أرض الوطن وخارجه بالشكر الجزيل لكل من السادة المحترمين: السيد والي ولاية جهة مراكش أسفي، والسيد عامل عمالة إقليم قلعة السراغنة، والسيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، والسيد باشا مدينة قلعة السراغنة، والسيد قائد الملاحقة الإدارية الثالثة بمدينة قلعة السراغنة ومطفي، السادة ممثلي السلطات المحلية بالجهة، والسيد رئيس المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة ومطفي على منحهم لنا قاعة دار الجمعيات والمبادرات المحلية لعقد جمع عام تأسيسي للمكتب الإقليمي المنظمة بعمالة إقليم السراغنة. مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني بالجهة وكل من ساهم من قريب أو من بعيد من أجل تأسيس هذا المكتب الإقليمي، ولا ننسى كذلك الحضور الكريم والمنابر الإعلامية، وباسم الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد نزكي هذا الجمع التأسيسي ونسأل الله له العون والسداد من أجل ترسيخ الديمقراطية تحت السيادة والقيادة المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل تفعيل ومبادئ وأهداف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، والتي تتجلى في الدفاع عن الوحدة الترابية ومقدسات الوطنية، الدفاع عن الوحدة الترابية ومقدسات الوطنية، الدفاع
عن الوحدة الترابية والمقدسات الوطنية، الدفاع عن قضايا المواطنين، خدمة الصالح العام بالتعاون مع جميع المؤسسات العمومية والشبه العمومية، احترام القانون الأساسي للمنظمة. إن هذا المكتب الإقليمي هو المولود الذي نسعى من خلاله ربط جميع الروابط المجتمعية والوطنية من أجل الدفاع عن الحقوق الدستورية التي ننعم بها في عهد ملكنا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. وفي الختام نسأل الله التوفيق للمكتب الإقليمي المنظمة بعمالة إقليم قلعة سراغنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمر الآن إلى النقطة الموالية من أطوار الجمع العام التأسيسي للمكتب الإقليمي للمنظمة بإقليم قلعة سراغنا، قراءة ومناقشة القانون الأساسي للمنظمة من طرف السيد رشيد حقاوي رئيس المكتب الجهوي بجهة مراكش. أسفي فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد هي منظمة حقوقية غير حكومية، ولا تكتسي أي صبغة حزبية أو نقابية أو عرقية، ولا ترمز للعنصرية. تعمل المنظمة المغربية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وصيانة كرامته واحترام جميع الحقوق الكونية والشمولية وحمايتها والدفاع عنها والنهوض بها من أجل المساهمة في التوعية بها كما جاء في المواثيق الأممية والمعاهدات الدولية والبروتوكولات المتعارف عليها دوليا وعالميا، وذلك من خلال التعريف بحقوق الإنسان والتربية عليه، متابعة وفضح والتنديد بالخروقات التي تمس بحقوق الإنسان والتصدي لمن يتطاول عليها، مؤازرة ومساندة ودعم ومرافقة ضحايا خرق حقوق الإنسان، التدخل لدى الجهات المسؤولة والمختصة للعمل على رد الاعتبار وحماية وضمان حق الإنسان، الوقوف إلى جانب ضحايا خروقات حقوق الإنسان بالوسائل المتاحة والمشروعة قانونيا، خاصة عبر التنصيب كمطالب بالحق المدني أمام القضاء ضد أي مسؤول على خرقها، تلقي الشكايات عن طريق طلب الدعم والاتصال عبر وسائل التواصل حول الانتهاكات لحقوق الإنسان، والتدخل لدى السلطات المعنية أو الجهات المختصة، إصدار البيانات التضامنية والندوات واللقاءات أو الاستنكارية والتقارير والمذكرات المطلبية بمختلف الأساليب والوسائل الإعلامية، تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والتحسيسية والترفيهية والساعية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، إبرام شراكات مع السلطات والمؤسسات الحكومية والغير الحكومية للنهوض بحقوق الإنسان، ربط علاقات والتنسيق وتبادل الخبرات والزيارات مع سائر المنظمات والجمعيات والهيئات التي لها نفس المبادئ والأهداف داخل وخارج أرض الوطن، الدفاع عن الوحدة الترابية والمقدسات الوطنية بكل الطرق والوسائل المتاحة قانونيا داخل وخارج الوطن، رصد كل خروقات الفساد ومحاربة الرشوة وحماية المال العام، إنشاء مكاتب وهيئات وفروع وتنسيقيات تابعة للمنظمة داخل الوطن وخارجه، تنظيم قوافل طبية وثقافية إنسانية، إحداث مراكز للاستماع والتوجيه والإنصات والتكوين، مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة والطفل، إحداث مشاريع مدرة للدخل، إحداث هيئة إعلامية معلوماتية تواصلية، التعاون مع المؤسسات العمومية والشبه العمومية وتتبع الشأن العام المحلي والإقليمي والجهوي والوطني ورفع تقارير للجهات المعنية. وشكرا. بعد قراءة ومناقشة القانون الأساسي للمنظمة نمر إلى عملية التصويت على القانون الأساسي للمنظمة.
بفتح باب الترشيحات لشغل الرئاسة بعض الأقاليم بما فيها عملات إقليم قلعة سراغنة. وعلى هذا الأساس توصلت رئاسة المكتب الإقليمي للمنظمة بعملة إقليم قلعة سراغنة الأمانة العامة للمنظمة أصدرت بلاغ بتاريخ 26 غشت 2022 إقليم بفتح باب الترشيحات للشغل رئاسة بعض الأقاليم بما فيها عملة إقليم قلعة سراغنة. وعلى هذا الأساس توصلت الأمانة العامة للمنظمة بالمرشح الوحيد وهو السيد فؤاد فتحي وعليه رئاسة المكتب الإقليمي للمنظمة بعملة إقليم قلعة سراغنة آلت للسيد فؤاد فتحي بالأغلبية المطلقة فيتفضل تحت تصديقاتكم الحارة بالتسليم المهام الإدارية بصفة رسمية من طرف السيد الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وله الصلاحية الكاملة في تشكيل المكتب الإقليمي للمنظمة بإقليم قلعة سراغنة. نعطي الكلمة للسيد فؤاد فتحي رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة بعملة إقليم قلعة سراغنة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من السادة والسيدات المحترمين، السيد الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، السادة أعضاء اللجنة التحضيرية الصاهرة على تأسيس المكتب الإقليمي للمنظمة بعمالة إقليم قلعة سراغنة، وكذلك الشكر الموصول للوفد المرافق للسيد الأمين العام والحضور الكريم والمنابر الإعلامية، دون أن ننسى الجهات المسؤولة على تقديم يد العون والمساعدة للجنة التحضيرية من أجل إخراج هذا المولود الحقوقي على مستوى الإقليم. أيها الحضور الكريم، يسعدنا أن نتوجه بجزيل الشكر على الثقة التي منحتمونا إياها لرئاسة المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة إقليم قلعة سراغنة. إنه لتشريف وفي نفس الوقت تكليف، ونتمنى من الله أن يوفقنا لخدمة الوطن والمواطنين بشعارنا الدائم والخالد: الله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إلى علم الجميع بأنه تم يوم السبت 14 يناير 2023 على الساعة 2 زوالا بقاعة دار الجمعيات والمبادرات المحلية بمدينة قلعة سراغنة عقد جمع عام تأسيسي للمكتب الإقليمي للمنظمة بعمالة إقليم قلعة سراغنة طبقا لمقتضيات الطهير الشريف 1-58-376 الصادر في 3 جمادى 1378 الموافق 15 نوفمبر 1958، يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات. وعليه يعلن السيد الأمين العام عن الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للمنظمة، ومن بينها التالي: هي منظمة حقوقية غير حكومية ولا تكتسي أي صبغة حزبية أو نقابية أو عرقية ولا ترمز للعنصرية. الدفاع عن الوحدة الترابية والمقدسات الوطنية بكل الطرق والوسائل المتاحة قانونيا داخل وخارج أرض الوطن. الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته بالنصوص الدستورية والمواثيق الأممية والدولية المتعارف عليها. الدفاع عن حقوق المرأة والطفل من العنف والتعنيف. مؤازرة ومساندة ودعم المواطن أمام المؤسسات العمومية والشبه العمومية. إبرام شراكات مع السلطات الحكومية وغير حكومية للنهوض بحقوق الإنسان. رصد كل خروقات الفساد وحماية المال العام، وكذلك عدة أهداف تصبو نحو الصالح العام. كما أشاد السيد نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء وعضوات المنظمة داخل أرض الوطن وخارجه بكل المسؤولين الذين ساهموا بشكل قانوني في تسهيل
مساطير تأسيس المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإقليم قلعة السراغنة، ونذكر على سبيل المثال كل من السادة المحترمين: السيد والي ولاية جهة مراكش آسفي، السيد عامل عمالة إقليم قلعة السراغنة، السيد رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمل، السيد باشا مدينة قلعة السراغنة، السيد قائد الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة قلعة السراغنة وموظفيه، السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة قلعة السراغنة وموظفيه على منحهم لنا قاعة دار الجمعيات والمبادرات المحلية لعقد الجمع التأسيسي للمكتب الإقليمي للمنظمة بعمالات إقليم قلعة السراغنة، وكل من ساهم من قريب أو بعيد خروج هذا الموجود الحقوقي بالعمل. وكذلك نوجه تشكراتنا لكل مصالح السلطات المحلية والأمن الوطني والدرك الملكي وقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية والمؤسسات العمومية والأطر الصحية ورجال التعليم وعمال النظافة لما قدموه من تضحيات للمواطنين في مواجهة جائحة كوفيد-19 بربوع المملكة المغربية الشريفة. نصر الله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرا مبينا، ونسأل الله له الصحة والعافية والأمن والأمان، وأن يبقيه لنا ولوطننا الحبيب ذخرا وحاميا للوحدة الترابية من طنجة إلى القويرة تحت شعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك. السلام. السيد نبيل وزاع فليتفضل مشكورا. غير باش نعطيكم واحد النبذه على المنظمه، كاين بعض الاخوان اللي معنا عندهم النبذه على المنظمه، وكاين بعض الاخوان والاخوات ما عندهمش النبذه. بالنسبه للامانه العامه للمنظمه، المقر المركزيه ديالها كاين في مدينه المحمديه، وعندها مكاتب عبر التراب المملكه المغربيه في عده اقاليم في عده الجهات. هذه المنظمه المغربيه علاش تاسست اول حاجه باش تدافع عن الوحده الترابيه وتدافع عن المقدسات وتدافع عن القضايا ديال المواطنين في اطار القانون، ودائما عندها واحد الشعار ديالها هو الله، الوطن، الملك. العدد ديال الاخوان في اسره المنظمه على الصعيد الوطني ما يفوق على 430 ديال الاخوان والاخوات، وهذا 430 ما يفوق على 120 من نساء ورجال التعليم، ما يفوق على 36 اساتذه محامين، 10 اساتذه جامعيين، 18 ديال المهندسين، معنا موثقين، معنا فلاحه، معنا التجار والصناع والحرفيين، ومعنا الشباب، ومعنا حتى الناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصه. اذا هذه المنظمه دائما كنكونوا حريصين كل حرص باش تكون قريبه من المواطن. الحمد لله في المده عندما كنت في الرئاسه الاقليميه بعماله المحمديه في المكتب الاقليمي، او الرئاسه الحاليه ديال القياده ديال الامانه العامه للمنظمه، في مده 4 سنوات وقعت ما يفوق على 2400 بيان تضامني مع المواطنين على صعيد المملكه، واخر بيان هو كان عندي ديال ورزازات، الساكنه ديال ورزاز اللي متضرره. اذا حنا كمنظمه خاصنا نكونوا قراب المواطنين ونستمعوا وتكون المطالب معقوله. راه الا ما كانش المطالب معقوله راه كنرفعوا يدينا. راه كاين بعض المواطنين كيلتجؤوا للمنظمه على بعض المطالب ديالهم، ولكن ما كتشوف الملف ديالو راه غير قانوني، ما كتكون معاه صريح كيتقلب. ولكن حنا دائما نكونوا حريصين كل حرص، وهذه التعليمات معطيه لجميع الاخوان بان نوقفوا مع المواطنين وبدون اي مقابل مادي. هذا عمل تطوعي، حنا ما كنتلقاو حتى شي دار من عند شي جهه ما، والحمد لله الاخوان دائما كندافعوا على المواطن، كندافعوا على رجل السلطه، كندافعوا حتى على رجل الامن، حتى على القضاء. وكان عندنا اخر بيان تضامني مع القائد ديال سوق السلف والنمل اللي تعرض للاعتداء ومحاوله القتل. اذا هذاك القيد اللي تعرض للاعتداء حتى هو واحد الجانب، حتى هو مواطن. حنا دائما شنو وقع القيد ديال سوق السلف والنمل؟ كان عندنا ملتمس من الامانه العامه بتحرير الملك العمومي اللي كيستغلوه البعض، ولكن
ولكن حنا اليوم كمنظمه ملي كنطلبوا السلطات المحليه باش يخرجوا يديروا تحرير الملك العمومي ملي كتوقع عليهم حاجه، الا خاصنا نتضامنوا معاهم. راه ماشي اليوم نطالبوهم باش يخرجوا وفي الاخر ملي توقع عليهم الحدث يرجعوا. ولا الشرف لا في الرئاسه الاقليميه والامانه العامه صدرت ما يفوق على 150 بيان تنديدي واستنكاري ضد اعداء الوحده الترابيه اللي كيتربصوا بالمملكه المغربيه. التوجه ديال المنظمه واضح، دائما كاين بعض المشاكل الا كنبلغوا بها الجهات المسؤوله، وكاين بعض البيانات التنديديه، والحمد لله في الطريق ديال المنظمه شحال ديال الطرقات، شحال ديال المستشفيات، كاين بعض المطالب اللي بعض المسؤولين اغلبيه تقريبا واحد النسبه ديال 70% من رؤساء الجماعات اللي ما كيتجاوبوش معنا. وكتعرفوا الاخوان ملي كتصدر واحد البيان استنكاري ضد رئيس جماعه ترابيه، راك الرئيس الجماعه راه عنده الحاشيه ديالو، انت كتصدر بيان تضامني مع المواطنين. الحمد لله جميع الاخوان اللي في اسره المنظمه، وكان في الامكان ديالنا نمشيو العدد ديال الاعضاء والعضوات ما يفوق على 7000 ديال الاخوان والاخوات اللي التحقوا، ولكن حنا حارسين كل حرص بهذا العدد ديال 430 باش يكونوا قراب للمواطنين. الحمد لله كاين المكاتب الجهويه ديال جهه بني ملال، خنيفره، جهه تربيط ستاد، جهه مراكش اسافي، جهه دخله والذهب، جهه شرق، جهه طنجه، جهه فاس مكناس، المكاتب الاقليميه، وحتى الجاليه المغربيه. عندنا ممثلين ديال المنظمه خارج ارض الوطن. هاد الممثلين ديال المنظمه اش كيدافعوا على القضايا ديال الجاليه المغربيه. عندنا في الولايات المتحده الامريكيه، عندنا في الصين الشعبيه، في كوريا الجنوبيه، في المانيا، في كندا، في بلجيكا، في فرنسا، في اسبانيا. هادو ممثلين ديال المنظمه كيدافعوا غير على الجاليه المغربيه. اذا الله يجازيكم بخير. بالحكم انا في مدينه المحمديه كنتلقى عده اتصالات مع الساكنه اقليم قلعه السراغنه. راه المشاكل، راه عندكم المشاكل في الاقليم وكاينه انجازات، ولكن كما فكرنا لا المركزيه وبناء على اتصال اللي تلقيناه مع السي فؤاد فتحي بتاسيس المكتب الاقليمي لهذه المنظمه في الخدمه ديال المستوى الاقليمي. جماعه سي فؤاد الاقليم شحال عندكم من جماعه ترابيه؟ 44 جماعه ماشي سهله هذه اليوم السي فؤاد. وباش نكون معك صريح، حنا اليوم المسؤوليه حيدنا العتيق ديالنا على مستوى الاقليم قناه السراغنه، راه حطينا المسؤوليه العتيق ديالك، راه نتوما اللي غادي تدافعوا على الاقليم ديالكم، نتوما اللي غادي تدافعوا، نتوما اللي عارفين المعاناه. راه انا ما يمكنش غادي نعرف المعاناه ديالكم. اذا الاخوان اللي في المكتب الاقليمي اللي غيكونوا معنا هما اللي غادي يدافعوا على الساكنه ديال الاقليم، حيت نتوما الابناء ديال الساكنه ديال المنطقه ديالكم. راه ما يمكنش انا في المحمديه وغادي ندافع على الساكنه. اذا فكرنا باش ناسسوا هذا المكتب باش ندافعوا على المواطنين ونديروا اللقاءات ديالنا مع المواطنين ونساندوا المواطنين بدون اي مقابل، وتكون المطالب ربما نكونوا عطيتكم واحد النبذه قصيره. هو النبذه على المنظمه طويله، والله يوفقنا والله يوفقكم، وكنعتذر لكم حيت عطلناكم شويه وتكرفتوا معنا. الله يعطيكم الصحه. وفي الأخير خير ما نختتم به الجمع العام التأسيسي للمكتب الإقليمي للمنظمة بعمالة إقليم قلعة السراغنة، رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. فتتفضل الأخت الأستاذة هيثم جميلة بقراءتها. بسم الله الرحمن الرحيم. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الأمانة العامة، برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. السلام على المقام العالي بالله صاحب الجلالة والمهابة سيدي محمد السادس نصره الله وأيده. مولاي صاحب الجلالة، بعد تقديم فروض الطاعة والولاء وبمناسبة الجمع العام التأسيسي
لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة إقليم قلعة السراغنة، يتشرف خديم الأعتاب الشريف السيد الأمين العام للمنظمة أن يقدم بين يديكم الكريمتين أخلص المتمنيات وأصدق الطاعة والولاء بمناسبة تأسيس المكتب الإقليمي للمنظمة خدمة للوطن ولجلالتكم، ونحن جنود مجندين وراء قيادتكم الحكيمة رافعين راية الطاعة والولاء لخدمة الوطن والمواطنين، وأن ندافع عن الوحدة الترابية وكلنا فداء لجلالتكم حفظكم الله. مولاي صاحب الجلال والمهابة، نسأل الله العلي القدير أن يحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يمد في عمركم وينعم عليكم بالصحة والأمان، وأن يقر عينكم بولي عهدكم الأمير الجليل مولاي الحسن والأميرة الجليلة لاله خديجة، وأن يشد أزركم بسموكم السعيد صاحب السمو الملك الأمير الجليل مولاي رشيد، ولكافة الأسرة العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. حرر بقلعة السراغنة يوم السبت 21 جمادى الثانية 1444 هجرية الموافق ل 14 يناير 2023 ميلادية. إمضاء خديم الأعتاب الشريفة نبيل وزاق الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد. نقدروا كنا تقدر تجهز هشام زيد حاجه زيد لا